انت هتفضل لحد امتى كده؟ هتفضل تقبل باهانتي بالشكل ده؟ هتفهم امتى ان كرامتي من كرامتك؟ ولا مره وقفت جنبي؟ ولا مره فكرت تاخد لي حقي؟ قلتلك دي امي، ما اقدرش اقف قصادها ولا حتى ازعلها مني. دي كانت مشكله بتتكرر كتير قوي ما بيني انا وهاني جوزي، بسبب اللي بتعمله مامته واخته معايا. عمايلهم ما بتخلصش، وعشان تعرفوا اصل الحكايه يبقى يلا بينا نحكيها من البدايه. بس الاول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم دايما كل جديد من فيديوهاتنا. انا نرمين، متجوزه هاني من اكتر من 10 سنين، وعندي 3 بنات. جوازنا كان في بيت عيله، بس انا ليا شقتي لوحدي. لكن للاسف ده ما منعش حماتي ابدا ولا ريم اخت هاني من انهم يخترعوا مشاكل كتير معايا، وغلطاتهم ما بتتعدش. وولاد الذين ايه من تحت لتحت، ما تعرفوش تمسكوا عليهم اي كلمه. معرفش بيعملوها ازاي دول. يعني مثلا زي ما هتشوفوا كده دلوقتي. ازيك يا طنط؟ ازيك يا ريم؟ عاملين ايه؟ ها، اهلا يا حبيبتي. لسه فاكره يا اختي تنزلي؟ معلش يا طنط، عقبال بس ما خلصت شغل البيت اهو، يا دوبك جهزت الاكل. هو حضرتك تحبي حاجه اعملها لك؟ لا لا لا، ولا محتاجه اي حاجه. ادي ريم بتعمل لي الاكل، انما ايه ريحته بتجيب لاخر الشارع. مش تقف تكروت كده وتخلص يبقى الاكل ولا ريحه ولا طعم. صحيح يا نرمين، عاوزاكي تبقي تفكريني اقولك على اسم منظف حلو جدا هيساعدك في تنظيف شقتك. الا قوليلي، هو انتي بتستخدمي ايه بالظبط في التنظيف، ولا ما بتحطيش اي حاجه؟ هو عموما يبقي فكريني اقولك على اسم المنظف بتاعي. نرمين في نفسها مش هنطق وارد واقولها بتقولي كده ليه؟ هو انا بيتي مش نظيف؟ في ايه؟ فضلت واقفه ساكته وحسيت اني اتكسفت قوي. قلت لها حاضر يا ريم، حاضر هبقى افكرك. وولادك عاملين ايه؟ ليه ما طلعوش يلعبوا مع البنات فوق؟ لا دول بيلعبوا جوه في الاوضه. معلش، اصل انا بربيهم باسلوب معين، ما انتي عارفه مدارسهم يعني مش اي مدارس كده وخلاص. عشان كده بحبهم يلعبوا بطريقه معينه، انا ببقى معرفاها ليهم يعني. هو في ادب عيالك ولا تربيه عيالك يا ريم؟ الله اكبر عليهم. شايفين الطريقه واسلوب الكلام اللي ينرفز؟ اهو على كده على طول. دايما طريقتهم بتضايقني، دايما بيقعدوا يلقحوا عليا بالكلام. هو انا هفضل ساكته ولا بعرف ارد ولا اتعامل باسلوبهم ده خالص؟ كنت بطلع على شقتي وافضل اعيط طول الليل، وطول الليل ما ببطلش عياط. بقول كلمه واحده بس: يا رب يا رب خد لي حقي منهم. انا مش مسامحاهم ابدا. اللي شفتوه ده موقف من ضمن مواقف كتير. وكان دايما رأي هاني جوزي: في ايه يا بنتي؟ هو انت مكبره الموضوع كده ليه؟ اكيد يعني ما يقصدوش اي حاجه من اللي في دماغك دي. هو انت هتفضل لحد امتى تقبل باهانتي؟ هتفهم امتى ان كرامتي من كرامتك؟ هو يعني ولا مره وقفت جنبي؟ ولا مره خدت لي حقي؟ قلتلك ضمي، ما اقدرش اقف قصادها ولا حتى ازعلها. انا ما قلتلكش انك تعمل كده، ولا عمري اقبل اصلا انك تعمل كده. بس على الاقل عاتب عليهم في اسلوبهم معايا. انا ما عملتلهمش اي حاجه. ماشي يا نرمين، روحي، بس اعملي حسابك انا عاد اخدك كمان يومين. ورحت عند ماما، ولسه حبيبتي بتسألني مالك، دخلت في حضنها وفضلت اعيط. مالك يا نرمين؟ خير يا بنتي، في ايه؟ هيكون ايه يعني يا ماما؟ هيكون ايه غير اللي بحكيهولك بقالي سنين طويله من يوم جوازي؟ دايما يا ماما، دايما تلقيح كلام عليا، اللوم من مامة هاني واخته طول الوقت، ومشاكل بيجروها معايا من غير اي سبب. انا غصب عني يا ماما ما بعرفش ارد، ولا حتى هاني بيرد ولا بيفكر يجيب لي حقي. استهدي بالله يا بنتي، احتسبي اجرك عند ربنا. انا مش هقدر ابدا اقولك سيبي البيت واتطلقي. انا كل اللي اقدر اقولهولك ان بعيدا عنهم هاني كويس معاكي، على الرغم اني زعلانه قوي منه انه مش عارف ياخد موقف لصالحك، لكن في نفس الوقت الراجل كويس معاكي يا بنتي. بس كل اللي اقدر اقولهولك، طالما المعامله الحسنه مش بتثمر فيهم يبقى اقتصري خالص، اقتصري في شقتك على قد ما تقدري، قللي اي اختلاط بيهم، اشغلي نفسك ببيتك وبناتك وبس. وان شاء الله يا حبيبتي ربنا يعوضك خير فيهم. ربنا ما بيضيعش حق اي حد يا حبيبتي. وجالي هاني، جالي بعد يومين عشان يروحني زي ما اتفقنا. هو قال لي يلا بقى يا جميل، يلا عشان نروح. وعلى فكره انا كلمت امي وقلت لها على كل اللي مزعلك. قالت لي انها ما تقصدش ابدا، وان مراتك دماغها غريبه، وازاي فهمت الكلام بالشكل ده؟ هي نيتها وحشه ولا ايه؟ قلت لها ان مفيش اطيب منك يا نرمين، وانه سوء تفاهم. سوء تفاهم يا هاني؟ ونيتي انا اللي وحشه؟ طب ما هي لازم تقولك كده، امال هتطلع نفسها غلطانه؟ خلاص يا هاني خلاص. سكت وروحت معاه، وبقيت اعمل زي ما امي قالت لي بالظبط. وفي يوم عرفت ان حماتي تعبان، وقلت لما انزل ابص عليها واطلع تاني على طول في ساعتها. وفعلا ما قعدتش تحت كام دقيقه على بعض. بس بعد ما طلعت لقيت ريم وحماتي بينادوا عليا انا والبنات، واستغربت جدا. نزلت اشوف في ايه، وده اللي حصل. لقيت ريم بتقولي بقولك ايه، ماما كانت محضره فلوس العلاج هنا على جنب، ما شفتهمش ولا ايه؟ اصلك قبل ما تنزلي كانوا موجودين، لكن بعد ما طلعتي ما لقيتهمش. انتي قصدك ايه يا ريم؟
انا دخلت معاكي الاوضه، بصيت على مامتك وطلعت تاني على طول. انتي حتى اللي وصلتيني لحد باب الشقه. انا عمري ما مد ايدي على اي حاجه. عيب اللي بتقوليه ده، هي وصلت للدرجه دي؟ يا بنتي انا مش غلطانه، محدش دخل هنا غيرك انتي وبناتك، ولو مش انتي بقى شوفي تربيتك. هو انا مش مصدقه اللي بسمعه. هي حصلت للدرجه دي؟ تتهميني بحاجه زي دي؟ وكمان ده للاسف كان قدام عمة جوزي، كانت وقتها جايه تزورها، ويا دوبك كانت لسه داخله بعد ما انا اطمنت على حماتي وطلعت شقتي. قوليلي يا ريم، هو انت كنت حطاهم فين بالظبط؟ كنت حطاهم على السفرة في مدخل الشقة، ويا دوبك رحت فتحت لها الباب. طيب يا ريم روحي شوفيهم تاني كده. اصلا انا اول ما دخلت كانت في ايديا شوية اكياس كنت شايلاهم، ولما دخلت حطيتهم على السفرة على طول. ممكن اكون ما خدتش بالي وحطيت الكيس على الفلوس. وفعلا ريم راحت وبصت تحت الشنطة بتاعت طنط ولقيت الفلوس. والست عشان تراضيني من كتر ما انا صعبت عليها بصت لي وقالت: حصل خير يا جماعة، اهو طلعت انا الغلطانه اهو. معلش يا نرمين يا حبيبتي، اصل انا السلم تعبني قوي وانا طالعه، وما صدقت انزل الكيس من ايديا، فحطيتهم على السفره على طول من غير ما اخد بالي ان في فلوس تحتيهم. ما تزعليش نفسك يا حبيبتي. وانا بصيت ليهم ومعرفتش اقول لهم غير اللي تشوفوه. متشكره يا طنط، متشكره لك انتي وريم. انا عمري ما مد ايدي على حاجه مش بتاعتي، انا متربيه كويس. وعلى فكره يا طنط انا مربيه بناتي احسن تربيه. وطلعت على شقتي، وهم حتى ما كلفوش خاطرهم يطلعوا يعتذرولي ولا حتى يطيبوا خاطري بكلمتين. ولما رجع هاني طبعا لاني كنت بعيط، بس استغربت قوي من ردة فعله. قال لي: انا سكت كتير بس عمتي ما سكتتش، فوقتني بكلامها وليها حق تزعل عليكي بعد اللي امي عملته معاكي ده. حتى يا بنت عمتي ما سكتتش ليا وغلطت امي وغلطت ريم. انا كل اللي اقدر اقولهولك ان هبعدك عن اي حد يجي عليكي ولا على كرامتك. انت غاليه عندي قوي يا نرمين، وما كنتش متوقع ان الامور توصل للدرجه دي. انا طول سنين جوازنا دي كلها مش بعمل اي حاجه غير ان انا برد على اتهامات مامتك واختك اللي ما بتخلصش. شويه يتهموني اني مش بنضف شقتي، وشويه مش بعرف اعمل اكل، وشويه اني مش مربيه بناتي، واللي زاد وغطى بقى دلوقتي لما فكروا يسرقوني. انا مش عايزه غير ان اكون في حالي، ملهمش دعوه بيا خالص. وهو ده اللي انا هعمله، ولازم افهمهم انهم فعلا لو بيحبوني هيحترموني ويحبوا بناتي. وفعلا عرفت بعد كده ان لما حماتي راحت تقول له انها ما تقصدش وان انا اللي فهمت الكلام غلط، رد عليها وقال لها: بصي يا امي، انت فوق راسي وجوه عيوني وما اقدرش ابعد عنك ابدا، ولا حتى اقدر على زعلك، بس انا ساكت طول السنين دي على غلطكم فيها عشان ما زعلكيش مني، بس انا مش هقدر اجي عليها اكتر من كده. بعد اذنك يا امي، هي تفضل في بيتها فوق في حالها طالما انتم مش عارفين تحترموها او حتى تحبوها. شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، صدقيني يا امي ده احسن ليكي ولنرمين. وهو ده اللي حصل فعلا. بعدنا عن بعض فتره، وبعدها رجعت حماتي وريم يكلموني تاني، بس في حدود جوزي هو اللي حطها ليهم. اصل الزوج ده هو رمانة الميزان في العلاقه، ما ينفعش يجي ابدا على بر امه عشان مراته، ولا ينفع يجي على كرامه مراته عشان يرضي امه. هي معادله وموازنه لازم يقدر يوزنها. يا ريت نفهم ان زي ما ربنا ورسولنا الكريم ووصونا بالام برضو كرموا الزوجه ووصوك على الزوجه. هي خلاص كمان بقت من اهلك وكرامتها من كرامتك. حقها ان حماتي تستغرب ليه بنتها مش سعيده كده في حياتها. بتقولي دايما ان جوزها بيضايقها، ما تعرفش ان كما تدين تدين.